كنا هنا يا ولاد 9 شهور وما كاينش على احسن من اي واحد. بغيتوا تصوتوا على هذا البرنامج صوتوا عليه، ما بغيتوا قولوا مالنا مصوتين يعملكم ما تصوتوا. مسؤوليتكم مع المواطنين، هما اللي طلعوكم هون، هما اللي كيتحملوا المسؤوليه في انهم يطلعوا ناس يناقشوا مشاريع اجتماعيه ويناقشوا مشاريع كتهم الساكن ويرفضوها من اجل الرفض. انا مع الحساب مع بوعيده عاد رئيس، بوعيده عطاه مولانا رئيس ما عطيتوه له انتم. فاش كنت رئيس جهه كنت ساذج في الحقيقه. بغيت ترفضوا هذا الشيء الطريق السريع، مجاملين بها ولا ما مجاملين مرحبا، ارفضوا كل شيء يا سيدي. هذا الشيء ما هو ماشي لدار البوعيده ولا هو ماشي البنوك في سويسرا ولا هو ماشي لشي بلاصه. هذه مشاريع وين عدتوا تناقشوا حتى المعاقين والزحافيه مستخسرين فيهم مركز سوسيو اجتماعي. والله الا بالناقص هز ولاد، وكنقولها وكنكدها، هز ولاد وكتناقشوا شي حوايج انتم ادرى وكنتم مشاركين في وضعها. البي دي ار شكون وضعوه شكون داروا، وكتجي كتقول لي انا لي داير انت درتي انت كذا انت اش هو درت انا. خلونا ساكتين الله يرحم باكم. كنت كيسحاب ليا غادي نجي وغادي نطبق البرنامج ديالي وغادي نخدم. كنت داير النيه كنظن اكثر من اللازم. في الوقت اللي لقيت راسي باغي نطبق البرنامج ديالي وباغي نخدم وبداك الحماس وبديك النيه وبديك الرغبه فاش تجي وتغير من الواقع ديال الجهه اللي كتنتمي لها والاقليم اللي كتنتمي له والمدينه اللي كتنتمي لها، ولكن في نفس الوقت كتلقى راسك يعني مجابه بمجموعه من العراقيل ومجموعه من الضغوطات، وكتلقى راسك في واحد الوقت كتوصل كتلقى راسك كتحارب طواحين الهوى. في الحقيقه القصه هي قصه غريبه وقصه ذو شجون وما نبغيش نرجع لها وما كنتش راجع لها لسبب بسيط، لانه كنا حنا كيعتبرونا دائما هما اللي كنعرقلوا التنميه داخل هذه الجهه اللي انا كننتمي لها. وكنت انا والمرحوم عبد الوهاب الفقيه اللي بالمناسبه كنرحموا عليه في هذا الشهر الفضيل كنا دائما متصارعين، وكنا كنقولوا على انه مادام حنا كاينين فراه التنميه في الجهه ما غاديش تمشي وغادي تبقى دائما غادي نبقاو دائما مطاحنين وحتى شي حاجه ما غادي تزيد للقدام. للاسف الشديد عبد الوهاب الفقيه انتقل الى رحمه الله، كنجدوا عليه الرحمات. انا عطيت اتساع ومشيت لمراكش ورجعت الجامعه ديالي وخديت قرار باش ما بقيت نتكلم على هذه الجهه، ما بقيت نهضر عليها وما بقيت نتدخل في الشؤون ديالها، لعل وعسى هاد الناس اللي جاوا يفهموا اكثر منا ويعرفوا اكثر منا. ولكن في الحقيقه انا كنظن على انه المساله اللي ارتبطت بيا انا والمرحوم ما زالت كاينه. المساله شنو هي؟ المساله هي على انه نفس العراقيل نفس الفساد اللي مازال كيعرقل هو موجود، ما تغيرت حتى شي حاجه. والانكى من هذا وذاك يعني لانه اللي كنستغربوا له واللي خلانا نخرجوا بالضبط هو على انه اليوماتيه كنشوفوا على ان جهه ولي مودنون كتخصص 10 الملاير لصباغه بعض مدن او اربع مدن في هذا اللي كتكون هذه الجهه هذه. كنظن على انه مبلغ بهذا القدر هذا 10 الملاير باش تسبغ شوارع بعض المدن، كنظن على انه مبلغ مبالغ فيه ولا يجي في خيال حد ولا يمكن تصور حد. وإلا رجعنا لتاريخ المجالس كلها في المغرب ما كنظن نلقى شي واحد دار هذه الفهامه هذه ولا دار هذه الخطه هذه ولا دار هذا البرنامج هذا. واليوم بغيت نقول للناس من باب يعني السخريه ومن باب الهم الى اكثر يضحك على انكم المغاربه اللي باغي يتعرس في الصيف ولا باغي يدير شي مناسبه ورا العيد وبغى يسبغ خاصو يمشي يشري السباغه حتى يراه الا هي تسالي من الاسواق، لان جهه ولي مودنون قررت تسبغ الجهه كامله. كنظن على ان هذا المبلغ 10 الملاير سابغ المغرب ما هو سابغ لا جهه ولي مودنون، كان عليهم قبيله يزيدوا 21 مليار ولا 30 مليار ويصبغوا كاع الكره الارضيه ويهنونا. هذا نوع من تبذير المال العام. لا مستفزه وما عندها حتى معنى. لا معنى انا كنشوف على انه واش السياسه في الحقيقه هي شنو هي؟ السياسه هي فن التوقيت وفن ممارسه ممكن في نفس الوقت. قد كاين التعليم، قد ديتو البنيه التحتيه، الشباب خدم، كلشي مقاد في الجهه، كلشي مسالي، كلشي مصاوب، ما بقى لكم غير الصباغه. اش خاصك العريان؟ خاصنا الصباغه اموال. كنظن على انه هذا الاشكال حقيقي في المجالس المغربيه. في الوقت اللي الدوليه ديال وزير الداخليه كتنص على ترشيد النفقات وكتنص على انه خاصك اي حاجه انت تعرف فين تديها. كنجيو كنلقاو بعض رؤساء المجالس ورؤساء الجهات الداخليه هذا الوطن العزيز همهم غير
قديتوا التعليم، قديتوا البنيه التحتيه، الشباب خدم، كلشي مقاد في الجهه، كلشي مسالي، كلشي مصاوب، ما بقى لكم غير الصباغه. اش خاصك العريان؟ خاصنا الصباغه امولاي. حكم على انه هذا اشكال حقيقي في المجالس المغربيه في الوقت اللي الدوليه ديال وزير الداخليه كتنص على ترشيد النفقات وكتنص على انه خاصك اي حاجه درتيها تعرف شنو درتيها. كنجيو كنلقاو بعض رؤساء المجالس ورؤساء الجهات الداخليه هذا الوطن العزيز همهم غير هادشي كاع ما خاص تبديل يكون، المال، ولكن حتى الا درتوه اختاروا التوقيت المناسب. هذا التوقيت غير مناسب لان عندنا اولويات اليوميه، عندنا اولويات داخل الوطن خاصنا نعتبروها. وكنظن على انه من شابه اباه وظلم. راه انتم الحقيقه لكراء كنتكلموا 9 ولا 12 كنتكلموا على سياره وكنتكلموا على 10 دنانير وكنتكلموا على العمده صاحبي. واش هذا وكنتكلموا على ديال الصفقه ديال 34 واش الناس دابا واحد مليون في الشهر ولا واحد لكراء السيارات، قلت وعندهم السياسي ديجا سيارات. هذا الشيء كاع ما خاص كنتكلموا يكون، على ولكن أنه حتى الا راه درتوه نفس الشيء. اختاروا التوقيت هذه المناسب. المجالس هذا التوقيت مصغرة غير مناسب من لان جزء عندنا ديال اولويات الحكومة اليوميه، الموقرة عندنا اولويات اللي داخل هذا الوطن دارت خصنا شي نعتبروها. ولا يدير وكنظن على انه ولا من شابه يدير اباه وما ظلم. راه انتم بحقيقه المدخل في الجراح. كنتكلموا على جهه الله يجازيكم الأموال، بخير. وكنتكلموا على الصباغه، وكنتكلموا على 10 الملايير، وكنتكلموا على الاشكال الحقيقي في المغرب وكنتكلموا على 100 راه الصفقه الاشكال ديال فينا 134 راه مليون في الشهر لكراء السيارات، وعندهم التي ديجا لا زالت سيارات. لم تستوعب كنتكلموا طبيعة على انه المرحلة راه نفس ولا الشيء. زالت هاد لم تستوعب المجالس هي الأولويات نسخه الحقيقية مصغره التي انتخبها من النجم وجه المواطن. ديال راه ما الحكومه انتخبكش ديالنا المواطن باش تركب الموقره السيارة، اللي راه ما ما انتخبكش دار المواطن شي باش ولا يصبغ له يدير يصبغ راسه. هو هذا شي حاجة خاصة. هذا وراه السياق انتخبك المواطن باش المتخن تدير له بالجراح. البنيات الله يجازيكم التحتية بخير. الحقيقية. وكنأكدها. ملي كنقول لك الناس كتموت في الاشكال السبيطارات الحقيقي في ما المغرب كدوا. راه اشكال ملي ما فينا حنا، كنتمناش. راه ملي اشكال مستشفى فينا جاو حنا من في 2016 النخب ما السياسيه ملي بزاف التي ديال لا الأموال زالت لم خاصنا تستوعب كنرصوا طبيعه السباغة. المرحله سالينا ولا كلشي. زالت لم نفس تستوعب الشيء الاولويات هو الحقيقيه نفسه التي انتخبها من اجل المواطن. راه ما انتخبكش المواطن باش تركب السياره، راه ما انتخبكش المواطن باش يصبغ الراس. هو راه هذاك شي حاجه خاصه. راه انتخبك المواطن باش دير له البنيات التحتيه الحقيقيه. ملي كنقول لك الناس كتموت في السبيطارات ما لقات الدواء، ملي ما كاينش البناج، ملي المستشفى جاو من 2016 باقي ما خرج النور، ملي بزاف ديال الحوايج خاصنا كنجيو كنرصفوا السباغه. سالينا كلشي. نفس الشيء في البلاد هو نفسه. نقيسوا على النقاش ديالهم اليوم في بعض القضايا اللي ما زالت سنوات ضوئيه تفصلنا عليها. كيجي واحد كيناقش لك بعض القضايا اللي مزالوا المغاربه بعاد عنها. وناقش لي اخويا حقق لي غير الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه ديالي. نوكل نشبع في كرشي. وين نشبع الكرش تقول الراس غني ويشد الاخبار ويناقش معاه. اما باش جيت تحط لي مواضيع ما انزل الله بها في السياق وماشي السياق. اليوم ماشي السياق، لا هو السياق ديال 10 الملايير في الصباغه، ولا هو السياق ديال كراء السياره، ولا هو السياق ديال اي حاجه. اليوم السياق ديال نخدموا البلاد. البلاد راه فيها الصالحين والمجالس كلها والبلاد كلها فيها الصالح وفيها الطالح. ولكن اليوم يبدو على ان غير الصالحين غلبوا على الصالحين، واللي يجي يقول كلمه حق هو اللي مشكل. ماشي اللي هذا اللي قال فيه. اليوم كنرجع ونقول على انه هذه الجهه راه عطينا اتساع. فين وصلت دابا؟ كنسولو كنعاودو السؤال فين وصلت؟ ما بقى نهضر مع عبد الرحيم بوعيده، ما بقى نهضر مع عبد الوهاب الفقيه. هادو مشاو، واحد مشى عند الله وانا راني مديها في راسي. ولكن كنرجع وكنقول عيب الدار على ما بقي في الدار. يلا اش درتو نتوما؟ ورونا حنت يديكم. ياك الاغلبيه عندكم كل شيء كاين، المعارضه فيها جوج ولا ثلاثه هما اللي كيهضروا، يعني عندكم كل شيء ممكن لكم ديروه. اش درتوا الى الان؟ اش درتوا؟ 10 المليار ديال الصباغه في سابقه تاريخيه في مجالس المملكه المغربيه. اللهم ان هذا المنكر. هذا الشيء اللي غادي نقول. تحياتي لكم، السلام عليكم.